قبل ما نبدأ عايزك تعذرني، حصل غلطة صغيرة كده في الصوت، فالصوت مش أظبط حاجة يعني، بس أوعدك إنك هتتبسط. ورد عليك يا وحش. مصر بطلة أفريقيا 2024. طب صلي على النبي. عليها أفضل الصلاة وأزكى السلام. مصر بطلة أفريقيا 2024. أنت كويس طيب؟ لا مش صوت. ازيك يا وحش؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله. افريقيا وكده وخلاص، دور المجموعات الحمد لله خلص، وعرفنا مين هيصعد ودور ال 16 ماشي ازاي وبتاع. فالمهم الفيديو ده زي ما انتم شايفين كده ايه، مش هتكلم لوحدي، معايا احمد وجدي نجم، هو اللي شايل الشانل يعني على كتافه، كتر خيره والله. واي حاجه بتشوفوها في الشانل يعني هو الراجل ده، هو اللي مشغل الدنيا كلها والله. عامل ايه؟ سقف على المايك، سقف. اعميني في المايك حبيبي. منتجه ازاي ده؟ لا مؤاخذة. ماليش دعوة. ماشي. عامل إيه؟ عامل ايه يا وحش؟ عامل إيه؟ انا تمام، انت عامل ايه؟ ده ايه ده اثار الماتش ولا ده ايه ده؟ طيب انت كويس يعني؟ أنا زي الفل. الحمد لله الحمد لله. بس يا سيدي، وهنتكلم بقى في افريقيا، في البطوله العجيبه اللي احنا فيها دي يعني، ونشوف انت ايه رايك. إيه اللي عجبها بقى؟ ايه اللي عجبها؟ اه طب انت بالنسبه لك البطوله كانت تقليديه يعني، كانت عادي الوضع اللي حاصل ده؟ جو ماشي إن هو لحد آخر لحظة كده، دي حاجة حلوة، بس في ناس مستغربة إن هم كانوا وحشين. زي مين؟ تونس كانوا وحشين ماشي، وكان متوقع انهم يبقوا وحشين. اللي ما كانش متوقع الجزائر مثلا بالنسبه لي. لا، أنا بالنسبة بس لي تونس، خلينا نخلص تونس الاول. تونس ماشي. مثلا فريق ما فيهوش نجوم دلوقتي فعليا. انت لو بصيت نجم تونس دلوقتي مين؟ لا مفيش حد، لا بس هو في حد كان صاعد، الناس كانت حاطه امل عليه. السخيري بتاع ماشي. المانيا. انا افتكرتك هتقول حد تاني. مين؟ حبيبنا. لا ده كده كده هم بيحبوا، هم هناك بيعاملوه نفس معاملتنا، مش بتاع الاهلي. لتمثال العجوه بتاع ليفربول. ماشي على وضعك. فاهم؟ نفس المعامله كده هو نفس الشعر بالظبط. خلي بالك. يعني لا بس ماشي. يعني لا بس ماشي، ما علينا. المهم فلا تونس المهاجم بتاعها اللي بيعتمدوا عليه اللي هو ينزل يفك الدنيا، يوسف المساكني، اللي هو عنده حاجه، اللي هو يعني الله يرحمه يعني. هو لا هو كبير، لا هو لعيب ولسه عنده لمسه لحد دلوقتي، بينزل يفرق. بس كبر، ما تعرفش طب تعتمد عليه ما ماتش بونجاح كده. كبر مثلا. مين؟ بغداد بونجاح ما هو كبر. لا مش زي سن المساكين. ماشي. المساكين 36 ولا 37 سنه. ماشي عندك حق. ومريح بقاله كتير، بيلعب في قطر بقاله سنين وبتاع. بغداد بونجاح قبل ما يروح يريح في الخليج كان في شمال افريقيا هنا من كام سنه، من قريب مش من بعيد. صح. دي حاجه. تاني حاجه كمان غير كده، مين اللي بيعتمدوا عليه تاني في الهجوم؟ سيف الجزيري. ما هي الدنيا على الله يعني. ما بقول لك تونس يعني ماشي، كان متوقع ان هم يطلعوا الشمال. المرتبات بتوع المدربين، الراجل بتاعهم النهارده سمعت في الماتش بتاعهم، اخر ماتش مشي خلاص النهارده. ما هو اللي طلع بنفسه قال انه مشي. الراجل بياخد 11000 يورو. طب ما ده يا دوبك. روي فيتوريا بتاعنا بياخد 260. ما ده لا ده بص هقول لك على حاجه. واحد بياخد 340، يعني هم جمال روي فيتوريا 340 260. ايه ده؟ الركراكي ايه؟ الركراكي تقريبا كان 50. لا الركراكي تحت يا راجل. مدرب وطني. هو جاب الماضي، هو الوحيد اللي شايط الاتحاد بتاعه يعني. انما غير كده فيتوريا عشان اجنبي. بالماضي المفروض ان هو محلي، بس الله اعلم بقى. ده كل ده عشان جاب لهم افريقيا، ولا راح كاس عالم، ولا تاهل من مجموعه. هنروح خلينا نخش على الجزائر. ما بحبوش بالماضي. ولا ما حدش بيحبه غالبا يعني. الناس في الجزائر نفسهم ما بيحبوش. ما بيطيقوش. مين بيطيقه يعني؟ اللعيبه نفسها ما كانتش غير عشان الجو، التصريحات بتاع 2019 وبطوله مصر وكده. مش عشان دي خالص، لا والله بجد مش عشان دي. عادي، هو طول عمرهم بينكشوا في بعض. اقول لك حاجه يعني، بص يعني حط في الحته دي صورته في 2019، صورته في 2024. الراجل مش كبر 5 سنين، ده كبر 50 سنه. هو عجز. ده ليه؟ واقف على الخط بيعيط بيدمع بيعرق بيعمل. ده لو في ماتش ودي جت ضربه جزاء هيدي ظهره الملعب مش هيبص، كتر هو متوتر. هو البرفكشن كان دماغه خلاص. وكان هو بعد ما خد بطوله 2019 الناس كانت متوقعه له ان هو اللي هيعمل اللي المغرب بتعمله. لا كان متوقع له ان هو معاه عيال. لا ده يوسف البلايلي وبغداد بونجاح الناس كانت باصه لهم بصه ثانيه خالص في 2019. قال لك دول هياكلوا الاخضر واليابس خلاص، ولازم هيروحوا كاس عالم بتاع 2022 بتاع قطر. ولازم لا راحوا ولا عدوا دور مجموعات 21 ولا 24 اهو برضو. ولا عملوا اي حاجه. فليه بقى؟ عشان هو واحد لعبته المفروض بتشوف الشخصيه اللي بيستمدوا منها الروح. شاف واحد لا هو قاعد قلقان ومشدود ويلا ولازم ونعمل ونسوي وبتاع. ده حاجه. تاني حاجه، ايه الفكره في ان انت معتمد على ناس لازم يلعبوا؟
لازم رياض محرز، لازم اسلام سليماني، لازم رايس مبولحي يبقى موجود. عامه رايس مبولحي ده بيلعب من كاس العالم خلاص 2014 كان بالظبط. نجم ايامها، شكرا راح 2010 لعب دي كمان، بس قصدي 2014 كان نجم في ماتش المانيا المشهور بالظبط بتاعه. بالظبط. بعد كده انت مش محتاجه اصلا يبقى معاك يا عم، ماشي جابه وقعدوا على الدكه ماشي. رياض محرز بيلعب ليه وهو مش راكب على التشكيله ولا الطريقه ولا الكلام ده كله؟ ورياض محرز حتى في الاهلي مش هو الستار. هو مفيش حد ستار في النادي ما الاهلي بالظبط اصلا كده كده يعني، بالظبط. الدنيا كلها بس بايظة. اقصد يعني ما راحش عمل فرق، مش هو النجم اللي فارق قوي هناك، فاهم هي قصدي؟ فرقة عادية. بالظبط. بالنسبة هي لي فرقه فرقة عاديه عادية. بلس ان هو بقى يعني جايبين على لعيبه الصرف وبتاع. المفروض والاسامي بالظبط جايه منين. بالظبط بس بالظبط. دول اكتر ناس بالنسبه لي مشطبين ورايحين ينبسطوا كده. دي حاجه. تاني حاجه زي ما بقول لك هو عنيد قوي في الحكايه دي. يعني انت كان في ماتش عندك الدنيا مظبوطه في ناحيه والناحيه التانيه بايظه، الماتش اللي بعده بقى وفي نفس ماتشه حتى مش تحافظ على دي وتظبط دي، لا الماتش اللي بعده راحت دي بايظه ودي ظبطت، اللي هو انت ما عندكش وسط. وانا مصر انا الصح، انا اللي جبت بطوله 2019 فانا الصح. وخناقات مع صحفيين وحوارات وبتاع، في منها عادي الصحفيين بيعملوا كده دايما، بس الفكره في حاجات انت اللي اختلقتها. انت كنت تقريبا داخل بمبدا اللي هو انا اكيد لازم هبقى بتخانق معاهم وبيحصل حوارات معاهم. هو انا هقول لك على حاجه، انا شايف ان هم من ساعه 2019 والكارثه بتاعت ان هم ما صعدوش كاس عالم، والبطوله اللي فاتت طالعين من الدور الاول، فهو داخل واخد الديفنسيف مود ان انا كده كده كله هيبقى بيزق فيا عشان انا موقع وبتاع لكن انا ده انا الجزائر وانا اللي جايب بطوله وانا اللي مش عارف ايه، فاهم؟ فحاسس ان هو داخل بالسيكولوجي بتاعت انا لازم ابقى بدافع عن نفسي وانا ما حدش اصلا كلمني، فاهم قصدي ايه؟ صح دي حقيقة. وهو اصلا ما حدش كان منتظر منه حاجة كمان السنة دي لسبب بسيط، انت السنة اللي فاتت كنت في كارثة، فانت لازم تعدي الكارثة. لا انا عن نفسي كنت شايف ان هو السنه دي لازم يعمل حاجه، ما كنتش يعني على الاقل ما يطلعش دور مجموعات، يوصل نص نهائي انا مثلا. من اللي كنت بشوفه في الجزائر في ماتشات ودية في تصفيات كاس العالم اللي فات اللي ما راحوهاش زي حالاتنا كده بالظبط، ما تدينيش اي بوادر ان في تغيير لا في عقلية ولا في استراتيجي ولا في طريقة العند ده، حتى ما خفش عنه، فاهم؟ لا مفيش اختلاف. ما شفتش ودياتهم، بس كنت متوقع انه هي يعني ده هيخلق لهم حافز انه طب احنا طالعين بقى من كاس عالم ما صعدناش والبطوله اللي فاتت وكده، فده يدينا حافز اشتغل بقى يعني اصالح الجمهور، لان الجمهور اصلا مش طايقهم. على عيني وراسي الحافز، في واحد واقف على الخط بره بيبوظ كل حاجة. هو بالماضي فعلا هو اللي بوظ كل حاجه، بس مشي يعني خلاص. لسه من شويه اعلنوا ان هو مشي. قبل ما بتاع تونس كمان هو بنفسه اللي طلع. وبتاع تونس طلع في المؤتمر بتاع تونس طلع احترم نفسه، ده مش في مؤتمر كمان، ده كان في لقاء مع المراسل بتاع بي ان، هو بيسأله ايه الجاي ليك وبتاع، قال له انا مكتوب في عادي اني لازم اوصل نص النهائي، انا ما حققتوش فانا ماشي. هو اصلا كان قدم استقالته بعد ما عرفش اسمه ايه ده، بسم الله، كان بعد ما حصل حاجه، بعد ما خرج تقريبا من افريقيا اللي فاتت او بعد ما خرج كاس العالم حاجه زي كده مش فاكر يعني. انا مش فاكر قوي بصراحه. راح قدم استقالته واتحاد الكوره في تونس هو اللي رفض. فهو كمل، هو اصلا كان الراجل ماشي، هم ابقوا عليه وقعدوه بتاع، بس هو بيقول خلاص انا عقدي كده فانا خلاص انا مش قاعد. ده شوقي غريب ستايل ده. ده الله ده بس انا ما اعرفش، بس هو شكل المنتخب ما كانش احسن حاجه، بس هو بيقول ان هو ده اللي عرف يوصل له بالامكانيات اللي كانت معاه. بس انا بصراحه ما تابعتش منتخب تونس بشكل كافي، بس انا منتخب تونس بالنسبه لي مش منتخب قوي بغض النظر ان هو كسبنا في وديه وكل الكلام ده. لا الوديات مش مقياس كده كده، بس تونس مش منتخب قوي. منتخب تونس يعني طول عمره احسن انجاز عمله كان امتى؟ في 2019، غير ان هم خدوا بطوله 2004 2019 كانوا رابع. تمام. انت بتتكلم يعني على في القريب يعني 2004 بعد ما البطوله اللي خدوها على مدار 20 سنه. طيب ماشي، ده بالنسبه لتونس وبالنسبه للجزائر. بالنسبه لبقيه المجموعات انت شايف ايه يعني؟ كوت ديفوار مثلا، دي انا كنت من اللي مرشحهم ان هم يبقوا البطل اصلا. يعني انا كوت ديفوار كنت حاططها على الاقل مربع. اتأهلوا رابع احسن ماشي بس كارثه، انت غينيا الاستوائيه هي كارثه على الاسامي اللي عنده. طبعا هي كارثه على الاسامي اللي طبعا عنده، فرانكيسي وهالر وفوفانا لا عنده اسامي كتير وزها بس زها ما خدوش. ما خدوش. كابتن عمر فوده قال في الفيديو بتاعه ان هو ايوه ما خدوش. الفيديو ده هيظهر دلوقتي هنا ولا هنا فوقك انت الاي. لا انا كنت كده مرشح 4 ان هم ممكن حد فيهم يبقى البطل. كوت ديفوار كانت منها. انا كنت نفس القصه برضه، وكنت متوقع كمان كوت ديفوار بحكم ان هي في ارضها والجمهور وبتاع ان هم يبقوا فاينل على الاقل، مش 4 يعني، بس كنت متوقعها فاينل. على حسب السير، خط السير ماشي ازاي في البطوله عشان انا مش فاكره بالظبط. ايا كان خط السير كوت ديفوار تقيله، كوت ديفوار تدوس على اي حد عادي. يعني اللي يقف قدامها بالنسبه لي يا سنغال يا مغرب. ده قبل ما نتفرج.
ده كده كده قبل ما نتفرج انا بتكلم كاسماء. يعني انت بتتكلم دلوقتي بعيدا عن اي حاجه شفتها كاسامي لعيبه هنا وهنا وهنا. بنتكلم كاسماء، احنا كان عندنا اكبر اسماء في الاسماء، احنا كان عندنا اسماء نفسها بس 3 اسماء. هنروح لهم دول عشان انا شايل ومعبي فاهم. وجيت قلت لي هنعمل ايه، قلت لك لا استنى دي نتكلم عليها براحتنا بقى في الحلقه عشان مش قادر. المهم طيب غير كوت ديفوار بالنسبه لي المغرب السنغال الكاميرون الوضع كان ماشي يعني لوجيك، انا كنت متوقع كده. المغرب والسنغال الكاميرون لا. ليه؟ الكاميرون عكت برضه. هي عكت بس خلي بالك الكاميرون مش تقيله قوي. السنغال 3 لا يا جدع ده عندهم جول من احسن الاجوان في العالم. بقول لك ايه بمناسبه الحوار ده، بمناسبه الموضوع ده بقى انت فاهم يعني ايه مانشستر يونايتد قال لك مش قادرين يسيبوا اونانا لحد ماتش توتنهام؟ انت مستوعب اللي جاي عامل ازاي؟ انا ما اتفرجتش على ماتشات السنه دي اصلا لليونايتد خالص. تقريبا ماتش او 2 يعني فاهم. هو انت عامل خير في نفسك عامه. اصل انا تعبان اصلا وانت عارف ضغط الشغل والليله والدنيا، والاهلي برضو كان عامل الواجب معانا من اول الموسم فاهم، فمش ناقصه. قعدت مرتين اتفرجت على وساخه بطن. وبقول لك انت عملت صح مع نفسك. لا بس الفكره ان الكاميرون زعلت من السنغال برضو 3. ماشي بسم الله ماشي. انت لو فرقه كبيره ما تنزلش تشيل الشيله السوداء دي. باشا الحمد لله الحمد لله ان احنا ما صعدناش اول وكنا رحنا لعبنا السنغال كنا هنشيل 5 6 بالميت. طب اقول لك حاجه انت كده هتلاعب الكونجو في دور ال 16 وربنا يستر يا رب. عديت الكونجو ان شاء الله، قول يا رب يا رب. لعبت ايا كان مين اللي هتلعبه ما اعرفش بقى، غينيا ما غينياش ما اعرفش، مش عارف هنلاعب مين. عديت منه بمعجزه وصلت نص النهائي، هتلاعب السنغال. ماشي ما انت مش هتوصل للسنغال يا عم يا رب توصل. انا بقول لك مش هنوصل يا رب توصل. ولو وصلنا كارثه. دماغي ودماغك يرجع كارثه. لا انا هنروح اشوف دموع اهله كده وهو هو يعني اسماء وهي بتلعب خليه لما نروح له ده. احنا بعاد قوي كده، احنا عمالين نروح له ما بنروحش. خلاص جايين اهو. ماشي خش يا عم على مصر يا عم. يعني التحيه لقائد خيرة الرجال كابتن محمود تريزيجو. طبعا. مصطفى محمد بني ادم اللي خلانا نعرف يعني ايه مهاجم بعد 14 سنه معاناه. موافق. من بعد عماد متعب. موافق بس مخوفني في نقطه. اللقطه اللي عملها امبارح. مش امبارح قصدي، اللقطه اللي عملها بعد الجول. ان هو راح جاب التيشيرت وصلاح وبتاع، فكرتني بسيناريو مخوفني. ما هو لا انا بالنسبه لي بص ماشي، انا كده مش طايق الحوار اللي حاصل ومش طايق سيره صلاح عشان الموضوع ده، بس الفكره في حاجه ثانيه. دي كانت حادثه، دي اصابه وحوارات حاصله عليها وعك كتير. ماشي. فانا مش عايز احسب الاثنين واحد، انا حاسبها ان ده واحد صاحبه تعبان فهو بيسنده شكرا، واحسبها كده عشان نمشي الدنيا مع بعض عشان البطوله لسه طويله، عشان انا عايزها تفضل لسه طويله، مش عايزها تخلص بسرعه دي. عشان مصطفى محمد لعيب تقيل. لا مصطفى محمد حلو، مصطفى محمد حلو، ما اثرش عليه جوه زي الفل. انا بس ده اللي مخوفني، خصوصا خلي بالك ايام ما كان في الزمالك وهو بيتاثر باللي بيحصل حواليه، يعني بيتاثر بالسوشيال ميديا وبيتاثر باللي حواليه. عمره ما اثر على مستواه، عمره ما اثر على مستواه. بس يخوفني انه مستقبلا ياثر على عقليته. يعني هو دلوقتي انا شايف ان مصطفى محمد اللي فايده ان هو بره مصر بالظبط، دي اكتر حاجه فايداه. مصطفى محمد لو كان كمل في الزمالك ما كانش هيبقى مصطفى محمد ده. راجل في التوب سكوررز بتوع الدوري الفرنسي. موافق. انا بقول لك ده اللي فايده، يعني مش عشان انا اهلاوي فبقول ان مصطفى محمد لو كمل في الزمالك هيروح في داهيه، بس مع الحوارات اللي بتحصل في مصر والاعلام في مصر والمشاكل الكتير قوي اللي بتحصل، لو كان فضل هنا كان ما كانش هيبقى كده. خلص بكده خلاص، مفيش اكتر من كده يعني خلاص. لو لا قدر الله بعد الشر عليهم يعني بالغلط كسبنا البطوله يعني. مين اللي كسب البطوله؟ احنا يا عم مفيش الكلام ده. مرشحين. مفيش والله مرشحين بس عشان اسم مصر مش اكتر. لا ما لا مرشحين. لا مش موافق ان احنا هنعدي دور ال 16 اصلا. انا بالنسبه لي هم 4 مرشحين. مصر، سنغال، كوت ديفوار، مغرب، من غير ترتيب. لا مش منطقيه بالنسبه لي يا راجل. لا ده احنا في لعيبه عملوا اداء اقسم بالله علينا يا ابني. والله الجزائر فيهم لعيبه يا ابني، عندهم ناس على الاقل يا ابني. سلم لي عليهم واحد. وخلي بالك الجزائر هي نسخه منك، انت عملتش حاجه. ما تقولش نسخه ما تقولش نسخه والله بجد. امال اقول ايه؟ انا الجزائر دي لو كانت لعبه كاب فيردي اللي انا قعدت اجري وراها في الملعب وانحر وراها دي كانوا هيشيلوا منها، مش هيتعادلوا معاها. انت اتعادلت معاها بالحب. انا كنت كسبان. مين ده؟ بالحب قسما بالله يا ابني. هم بيلعبوك بفرقتهم اصلا.
عشان شال واحد منهم. مين اللي شايلين واحد؟ بيبي. مش بيبي، في 7 لعيبه قاعدين. هو شالوا مين؟ ميسي ورونالدو. ايا كان مش عارفهم يا سيدي، بس 7 اساسيين من الفرقه قاعدين وانت مش عارف تجاري فرقه بالاحتياطي بتاعها. ما انت كنت وفرقه ايه؟ كاب فيردي، مش فرقه يعني. انت خسران اسماء كبيره برضه ما كانتش بتلعب في الماتش ده. يا عم بقى ده احمد الشناوي ومحمود حماده وشوف كام واحد ما بيلعبوش. وحماده قنح ومحمود سمنه ايوه ايوه يا عم. لا 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 لا, لا. اسف، احنا كاب فيردي انا بالنسبه لي الماتش ده كارثه. كارثه. اتعادلنا ماشي يا عم والحمد لله صعدنا وبتاع. البطوله كلها كده كده كارثه. يعني البطوله من اول ماتش اصلا. موزمبيق يا نهار اسود على اللي حصل في موزمبيق. وغانا يا عم غانا اهي اسم. انا بالنسبه لي كنت متوقع ايه؟ كنت متوقع انك هتكسب. موزمبيق راحت اديتها على عينيها زيك عادي. فدي معناها ايه؟ ان كلنا في الهوا سوا يا ابني. ماشي، ما هو المجموعه كلها زي الزفت. بس يعني ايه؟ انت ما ينفعش تبقى زي الناس دي. البطولات دي بتمشي بالاسم عشان انا اسمي يمشيني. ما هو انت بقى اسمك ما مشاكش. انا بص في 2021 وصلت نهائي بمين؟ بكيروش. وعامه كيروش حلو جدا. انا كيروش ما اعرفش ليه مشي. ما عشان هو حلو، عشان هو كان عايز يعمل حاجات احسن كمان فمشوه. ابتدى يقول لهم خطط وناشئين وقطاعات قالوا له لا مع السلامه مش عايزين النتائج كلها. تمام. احنا عندنا اتحاد زي الزفت. وصلت بكيروش. تمام. في 2017 وصلت النهائي ازاي؟ بكلاحة كوبر. ماشي. عشان انت كان المهاجم بتاعك مروان محسن. موافق. مش هقول لك اكتر من كده. موافق. تمام. وصلت بمين؟ بعبد الله السعيد اللي كان راجل كبير في السن، هو الاكثر اسهامات. هو 2017 عبد الله السعيد ومحمد صلاح بس مفيش غير. هم من اللي وصلوك فاينل يعني 2015 او 16 لحد 2018 او 19 كانوا هم بس. فانت املك الوحيد في الدنيا ان الراجل اللي عندك اللي انت كنت شايفه شاطر جدا وحلو جدا قبل البطوله دي يفوق. ما هو ده. تعالى بقى حلو. تعالى بقى نتكلم في النقطه دي. كيروش وصل بيك نهائي ولسه مصطفى محمد ما نضجش نفس النضج بتاع دلوقتي. ماشي. تريزيجيه كان لسه بيضيع وبيودي حاجات غريبه. وخلي بالك تريزيجيه لسه بيضيع. ما كانش بيلعب بنفس المسؤوليه. تريزيجيه دايما بيلعب بروح. ماشي. ما كانش عليه نفس قدر المسؤوليه بتاع البطوله السنه دي. ما كانش خسرها مرتين. ما كانش بقى هو النجم الاول دلوقتي بعد اللي حصل في صلاح. لا ده في فروقات كتيره قوي. تريزيجيه البطوله دي يعني تريزيجيه خلي بالك الماتش ده احنا عمالين بنقول تريزيجيه وبتاع مش عارف ايه. وتريزيجيه طبعا هو اللي قوم لك الماتش. ولكن لو حسبناها حسبه منطق بعيدا بقى عن العاطفه يعني وان احنا بنحب تريزيجيه وبتاع عشان هو اللي عمل كده. تريزيجيه الماتش ده هو تريزيجيه بتاع اي ماتش بيلعبه. انا بالنسبه لي ما شفتش تريزيجيه عمل اي حاجه مختلفه الماتش ده عن اي ماتش تاني. ولكن هو اتطور. هو بالنسبه لي تريزيجيه ماشي. الاداء بتاعه اتحسن بقى ناضج اكتر بقى بيدخل فعلا في منطقه الجزاء. هو فاهم هو هيعمل ايه. مش عايز اجيب ار2 خلاص. بس تريزيجيه ما كانش مختلف قوي عن تريزيجيه اللي احنا نعرفه. اللي اقصده ايه؟ ما اقصدش ان تريزيجيه زي ما هو. بس هو احنا من كتر ما احنا شايفين سوق بقينا تمام. اي حد هيدينا بس شعرايه يا عم ده انت الله يبارك لك. ماشي. فدي كارثه. بين مصر 2021 مصر ماشي 2023 ماشي. دكتك في 2021 احمد رفعت، حسين فيصل، محمد عبد المنعم كان دكه. اكتشاف كيروش وهو في فيوتشر اصلا مش وهو في الاهلي. صح. ورجع بعد البطوله دي ما خلصت على طول لعب كاس العالم مع الاهلي. صح. تمام. الدكه كانت مخربقه. كان يعني كلهم ناس مستحيل كان حد يبص عليهم لو ما كانش كيروش اللي جه. موافق. ليه؟ لان اللي قبلهم ما بصوش ولا اللي بعدهم بصوا ولا جم ناحيتهم ولا العيال دي اصلا موجوده دلوقتي ما اتطوروش. اللي لحق اتشاف واتطور مين؟ المنعم. دلوقتي انت في مصر في 2023 عندك على الدكه مين؟ مصطفى فتحي الاساسي بتاع بيراميدز اللي هو مستواه حلو. احمد سيد زيزو نجم الزمالك اللي شايل الزمالك بقاله سنين. مظبوط. عندك مين تاني؟ عندك على الدكه لما ما ربنا يعني ما بيهديهوش مروان عطيه الاساسي بتاع الاهلي. ماشي. او مكانه النني ربنا بعيده عننا. مظبوط. فاهم؟ فانت الدكه عندك اساسيين واللي عندك سؤال. وما كانش عندك في 2021 مين؟ امام عاشور. ماشي. سؤال. دلوقتي اختياراته في القائمه فكره ان هو استبعد حسين الشحات وطارق حامد وان هو جايب صبحي وجايب فتوح. بعيدا عن اي حاجه فتوح ماشي. هو انت ما عندكش باك ليفت في مصر غيره كمستوى. المدرب بيبقى عنده ناس لازم هم موجودين مهما كان. حلو. وانا وافقت على الكلام ده. بس فتوح ما كانش بيلعب معاه قبل البطوله في ودياته. وفتوح لما جابه ما لعبوش. خصوصا انا اللي مضايقني في موضوع فتوح ايه؟ لا وشوط ماشي. وما كانش حلو. وبدله على طول. بالظبط. واللي مضايقني في الموضوع انه طب انت جبت فتوح وخليت الناس تشوشر عليك بمعنى
انت الدنيا اصلا مضغوطه على فتوح عشان خاطر الحوارات اللي كان عاملها في الزمالك وبتاع، واللعيب موقوف بقاله كام شهر ومش عارف ايه. فجيت انت عاندت الكل وهاخده. ماشي، قلنا يا عم الراجل عنده وجهه نظر هو ما. ما قالش هاخده العبه اساسي 90 دقيقه يفضل يجري في ماشي الملعب رايح جاي. ماشي، بس ما تلعبوش اصلا وتلعبوا شوط لما الدنيا كلها تقول لك فين فتوح. دي كانت غريبه. لا ما هو اكيد ما لعبش عشان الدنيا قالت له ده، يبقى كده مدرب ما بلاش. هو عامه اراهن ان الماتش بتاع كاب فيردي ده ان مروان عطيه وفتوح يبداوا، ده ما كانش لاي سبب غير السوشيال ميديا. اراهن لعب الماتش اللي قبله. لعب ما نزلش اساسي. ماشي بس نزل. انا بتكلم في كونه اساسي. هو مروان عطيه كده كده هتقارنه بالنني؟ ما فيش، مش هنقارن اصلا. حاليا ولا عامه؟ لا حاليا مش محتاج. ما نقارنش، فاهم قصدي ايه؟ فمن الاول اصلا الثنائيه بتاعت النني وحمدي فتحي دي سيئه. هي من الاول اصولها مروان عطيه وامام عاشور، صحها كده يعني. ده يعني لو ممكن، بس يا عم تعالى على نفسك وقول 4-3-3 فهتلاقي نفسك بتلعب بحمدي فتحي ديفندر، او لا مروان عطيه هو الديفندر لازم. حمدي فتحي قدام هو. ساعتها الدنيا هتبقى بايخه قوي. ليه بايخ؟ لا هتبقى بايخه جدا عشان اصلا حمدي بقى واخد ادوار الثمانيه اكتر. اوكي فهمتك. وامام كده كده اصلا راجل رايح جاي. لا امام نجم من نجوم البطوله برضه، خلي بالك. يعني امام عمل بطوله كويسه جدا. لولا موضوع ان انت مش كسبان ولا ماتش لحد دلوقتي ده كان الناس احسن لعيب في البطوله. بس هو الناس بتشكر فيه بس مش عارفين يقولوا عليه احسن لعيب في البطوله، بس الاجانب بيقولوا عليه. محدش عارف يتكلم على ولا لعيب حلو. انا بتكلم فينا احنا في مصر. محدش عارف يتكلم على ولا لعيب حلو، ولا عارفين ندي ولا لعيب حقه، عشان خاطر انتوا ما عملتوش حاجه. بس انت عارف ان في اخبار، ما اعرفش دي اشاعات ولا لا، ان السكاوتس بتوع برشلونه بيحضروا ماتشات مصر عشان امام. بص يا شيخ، انا بسمع الكلام ده بقالي كتير قوي، مش على امان. لا ما احنا طول عمرنا بتطلع بجد. ورمضان صبحي روما. لا ما كانت بتطلع بجد. واسمه ايه ده، محمد عبد المنعم بايرن ميونخ. ماشي انا بالنسبه لي بقى ايه باشا، اشوفه بيمضي هناك اصدق. وخلي بالك امام مش هيروح، يعني امام حتى لو راح ما ينجحش هناك. يا عم صلي على النبي. مش عشان لا، هو لو جاله برشلونه ولا جاله وات اي فريق تقيل بره هيطلع كده كده. بس امام بحسه ان هو من نوعيه اللعيب المصري بتاع انا عايز امشي في الشارع الناس كلها تصورني وتفضل يا نجم وتعالى فنان والكلام ده. بس ما حدش هيلاقي الحياه المرتاحه اللي ما يتعبلهاش ويقول لا. ده بالنسبه له ماشي، ما هو ده اللي اقصده. فاهم الفكره؟ ده اللي اقصده، ان هو عقليته كده. في فرق ما بين ان انت كنت رايح الدنمارك وان انت لو جاي لك حاجه فعلا زي لما بقول لك كده، يا عم بلاش برشلونه، جاي لك اشبيليا، يا عم جاي لك اي فرقه في الدوري الانجليزي في البريمير ليج، تفرق. ممكن تخليه يعني ما اعرفش، بس انا وجهه نظري ان عقليته ما تظبطش في الحاجات دي. يعني ده تخوفي بس منه. هو كلاعب كامكانيات لعيب، لا يا باشا هيروح ويحط عادي. يعني هيروح وفي برشلونه يروح ويلعب ويحط عادي. لان برشلونه خط الوسط بتاعها خلي بالك هو سيء. بس احنا مش جايين نتكلم في برشلونه يعني. غير بقى ده كله في حاجه مهمه. انا منتظر من احمد سيد زيزو بتاع الزمالك. لا هو زيزو ما خدش فرصه عشان يلعب. اما يلعب ماشي، ما هو اما يلعب ياخد فرصه. موافق، بس مش عايزه يبقى عشان مش هو النجم الاول ما يبقاش حاسس بالمسؤوليه اللي عليه. لا انت عليك مسؤوليه كده كده يا زيزو. غير زيزو بقى، يعني انا منتظر مروان عطيه يفضل ماسك الفورمه اللي هو فيها دي. اخاف تخيش منه، اخاف يسمع كلمتين حلوين فالدنيا تنام منه برضه. هو مروان عطيه عنده المشكله دي فعلا. هو مروان عطيه كان بقاله شهور وحش. هو من ساعه وفاه والده هو كان راح في داهيه يعني. الله يرحمه. بس هو الفكره ان هو خلاص انت مسكت فورمه، احنا املنا الوحيد فيك اصلا. روح. اخر لعيب بقى عايز اتكلم عليه ابو جبل. ماشي. واثق فيه اكتر من الشناوي. واثق فيه. الشناوي كارثه. الشناوي من اول ما بدا البطوله دي وهو كارثه. في واحد كان منزل التشكيل اللي هو نفسه فيه المنتخب مصر قصاد غانا، كان كاتب فيه ابو جبل. الراجل ده انا احترمته جدا. مين هو يعني؟ حد كده في المطلق يعني؟ واحد عامه على تويتر. اوكي. انا احترمته جدا عشان ده كان صح. بص الشناوي باين ان هو لسه تايه. الشناوي بقالوش واحد بيتقال. الشناوي بقاله فتره تايه، والشناوي من اول البطوله دي احنا شايلين 6 جوان اهو. الشناوي ليه فيهم 3-4 جوان مثلا. 3 كده كده بتوعه. 3 كده كده بتوعه. فاهم؟ الرابع في البطوله بتاعه. واخر جون بتاعه ما شاء الله فتح ختم بالظبط. فاهم؟ غير كده لا انا واثق في ابو جبل في المواقف دي. هو في لعيبه بتظهر في الحاجات دي بس، وغير كده طب الشناوي خلينا في الشناوي عشان عايز اتكلم عليه شويه. ده انا عايز اتكلم على ابو جبل بالذات اكتر. هنتكلم على ابو جبل لسبب بسيط. الراجل ده انا عايز الاهلي يمضي معاه.
مع ابو جبل؟ اه لا انا عايز بسام. لا 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 لا، مش اي حد في اي حته يعرف يلعب معاك. ابو جبل ده راجل لعب افريقيا ولعب دوري وكان تحت ضغط بطل دوري وكسبان دوري مع الزمالك وفي افريقيا وصل نهائي قصادنا والحاجات دي كلها. انا 3-4 شهور هلعب فيهم افريقيا وهلعب فيهم الدوري، انا محتاج واحد جاهز عنده الخبره. هرجع علي لطفي؟ لا علي لو لطفي انا يا قدامي راجل. ابو جبل، انا لو قدامي علي لطفي محمد بسام، علي لطفي ماشي، ده واخد على الريتم وواخد على الجو وواخد على كل حاجه وعارف الفرقه وكل لا حاجه. بس علي لطفي معاك عمره ما كان حلو. لا بس كان شايلني، لا شالني وقت كاس عالم، وقت بتاعت بطوله افريقيا 2021 شالني في كاس العالم هو ساعتها، وكان بيشيلني ساعات كتير، ما كانش وحش. ما افتكرش هو كان كارثه علي زمان بس لطفي. بعد كده لا، علي لطفي كويس مش انا وحش. عمري ما افتكر علي لطفي لقطه احسن من الوحشين. لا انا افتكر له صدت ضربه جزاء من الزمالك في ماتش اهلي وزمالك قبل كده، وفي كاس العالم للانديه كان شايلني كويس قوي لحد ما الشناوي رجع هو ومنعم وحمدي والناس كلها. ما افتكرلوش أنا لقطه. أفتكر له. انا عن لا. نفسي ما فانا افتكرلوش موافق لقطه. عليه امتى؟ لو ابو جبل مش موجود او مش هيجي. غير كده انا لازم يجي لي ابو جبل عشان انا 3-4 شهور هلعب فيهم افريقيا. وانا لاعب دور اول ولسه ورايا دور تاني ودنيا والفريق الله ينور وكولر محدش عارف له فاهم، والدنيا خربانه يعني ما اتلمتش لسه. فلازم ابو جبل، لازم واحد عنده خبره وجاهز. كابتن شناوي ربنا يشفيه، بس ده كل اللي عايز اقوله. طيب الشناوي من اول البطوله وهو تايه. هو من قبل البطوله اصلا هو تايه، يعني من قبل البطوله هو تايه وراح في داهيه. ولما بدا البطوله يعني انا كنت متعشم بصراحه، يعني كنت بقول عاده الشناوي بيخيش كده وبيجي في اوقات اللي لما بيحس ان في لود وبتاع او ان هو مسؤوليه يعني بيفوق وبيسترجل. هو متاخد اصلا وهو كان الراجل مصاب ولسه بيقوم من اصابه، اتاخد المنتخب عشان هو الشناوي ماشي يا مشاله. ماشي فهو كان معتمد على عقليته وعلى فورمته انه هيجيبها على طول. ماشي بس ما ينفعش في كل حاجه اعتمد على فورمه. على عقليه قصدي سوري. وان هو هيجيب فورمه ما كانت صعبه. ما هو لو لقاه مصاب ما كانش هيلعب، هو لقاه سليم. واللي نرفزني، طب انت اول ماتش جونين وجون منهم بتاعك فاهم. تاني ماتش جونين، طب ايه يا معلم ما خلاص بقى فاهم. ما عندك جبل منها الواد ياخد فورمه الماتشات عموما ويبدا يسخن. لو كنا ضامن ان انت هتصعد وتنزل قدام كان فيردي وتلعب وبتاع، فتدي لجبل الفورمه. وفي نفس الوقت خلاص بقى الشناوي يركن شويه. ليه الشناوي نزل سيء طول الماتش باي ذا واي، ما هو ما افتكرلوش حاجه عملها في ماتش كان فيردي محترمه يعني. زائد بلع جونين، الجون الثاني اول لقطه كده شفتها ده جون، هو كده جون شناوي يشيل الجونين بالنسبه لي، هو حجازي بالذات. بس ده اللي كنت لسه اقوله. هنروح لحجازي، هنروح لخط الدفاع عموما يعني. بس الشناوي شال الجونين. تاني جون بالذات اللقطه لما جت لما وقع واتقلب كده وبتاع من بعيد، الله يخرب بيتك وايه اللي انت بتعمله ده وبتاع. وبعدين لما قالوا ان هو مصاب، انا اول حاجه جت في دماغي باشا انت لقيت ان صلاح بيقلب وخلاص الدنيا كلها تتحدف عليك وبتاع، فانا عايز امشي. نفس الاتيتيود يعني فاهم. خصوصا ان بعدها يوم الماتش بالظبط طلعوا وقالوا هيطلع يتعالج بره ومش عارف ايه فكان الموضوع واضح قدامي، لا ده هو بيهربوه يعني فاهم قصدي. لحد ما عرفت الاصابه ايه. الاصابه ان الراجل اتخلع في كتفه، كتفه مخلوع، خلع في مفصل الكتف ولا حاجه مش عارف كده، وهيحتاج عمليه. الشناوي ما بيهربش. ما انا استغربت. ده طول عمره يلبسنا ولا يمشي. استغربت يبلع الواحده من هنا ويفضل واقف اسد، ولا هلبس كمان واحده بعديها. عمره ما يهرب ابدا. بس استغربت اللقطه بصراحه، وخصوصا ان اللي عمله محمد صلاح اداني الشك في كل اللعيبه دي فاهم قصدي ايه. هو فقدني الثقه في كل الناس دي اكتر ما انا اصلا كنت فاقد فيهم الثقه. لو عمل بمبدا ان هو الكابتن ماشي. الكابتن واللعيبه كلها في اي لقاء تتجاب سيرته، ده هو القدوه وهو المثل الاعلى وهو اللي مش عارف ايه وبتاع. فلما يبقى القدوه والكابتن وبتاع بيعمل الجو ده هشك في الكل. بيجيبوا اسمه عشان هو سوبر ستار. ماشي انا بتكلم على اللعيبه نفسها. انت في انترفيو اسمه ايه امام عاشور يتقال له ايه رايك في محمد صلاح، يقول لهم ده مثل الاعلى نفسي ابقى زيه. مروان عطيه نفسي ابقى زيه مش عارف ايه، كله نفسه يبقى زيه. ماشي موافق. بس لما يبقى بقى كابتن الفرقه ومثلك الاعلى وقدوتك والكلام ده كله. لو جيت سالتهم بقى مين اكتر لعيب بتحبوه في التاريخ هيقولوا لك ابو تريكه، عشان ما فيش زي ابو تريكه، عشان هو ده اللي بجد قدوه ليهم عامه في الحياه. ده بالنسبه لي الاسطوره الوحيده في مصر. عايزين ده قدوه ليهم في الكارير. فدي الفرق. لا هو مش بتحسب كده ومش قصدهم بيبقى كده يعني. انا خفت من ده يعني، شفت المنظر خفت من ده لحد ما عرفت ايه الاصابه. لا يا معلم تمام يعني الموضوع بدا يدخل بقى في دماغي ان انا احسبها بالعقل، لان انا اول ما شفتها خالص شفتها بالنحراره بتاعه الماتش.
فاهم قصدي ايه؟ بان احنا كده خلاص رحنا في داهيه وما كناش لسه نعرف موضوع موزمبيق ده، فخلاص انت بقى انت وحظك في التوالد. فكانت كارثه. فكنت ساعتها شايفها بالنظره دي. لكن برضو لما هديت شويه وعرفت ان احنا صاعدين وتاني، وبعدين شفت شكل الاصابه اصلا وشكل الوقعه، لا هي الوقعه غلط، هو وقع غلط. وده خلي بالك قله التركيز منه، يعني بشكل ما هو مش مركز ان هو بيترمي زي على الكوره فوقع يعني مصدر كتفه لبره فكتفه اتخلع. فاكر الفيلم بتاع ملوش لازمه بتاع محمد هنيدي؟ قال له مشكله معظم الشباب نط غلط. يلا بخاطرها. معلم حجازي كان زمان الناس كلها يعني دلوقتي رفع عليه برضه سلاح لولا الاسيست اللي عمله تريزيجيه. هو لا هو حجازي يترفع له سلاح، هو كان مرفوع له سلاح. حجازي اصلا انا معترض ان هو يلعب من اول البطوله. هدي شويه. لا بقول لك ايه، اقول لك حاجه بصراحه، حجازي بمستواه الوحش احسن من ناس كتير بمستواه كويس. ياسر ابراهيم كان يلعب بالبطوله دي مستريح، خصوصا ان هو اخر كام ماتش الواد مفير، الواد فورمه. انا بالنسبه لي ياسر ابراهيم يلعب على عفنه مش على حجازي. لا على حجازي، حجازي سيء، حجازي وحش، وخصوصا ان انت جربت الثنائيه. ماشي ما هو ما رجعش، ما هو ده اللي مضايقني. منعم ثقته زياده في نفسه بتاذيه. ثقته زياده في نفسه دي كان مين اللي بيكسرها له؟ كان مين اللي بيكسرها له؟ ياسر. لا ياسر في الاهلي كان غصب عنه، عشان منعم عارف ان ياسر مستواه مش احسن حاجه، فغصب بيشيل مسؤوليه ياسر، فبيلم نفسه بيلعب. هو انا بالنسبه لي انا اكثر شوكه منعم، بس ما قعدش حجازي عشان حجازي اديك شفت هو السبب في ان انا عديت. لا مش موافق. الاسيست امورني حجازي طب ما هتحسبها كده هقول لك حجازي سبب من الاول انك تبقى في الموقف ده. وعدل الدنيا لا ما هو مش السبب الوحيد. مش الوحيد بس من ضمن الاسباب الكبيره. حلو بس هو سبب رئيسي في ان انا عرفت اعدي. الاسيست مش لا عمري ما احسبها كده. عمري ما احسبها كده. ده اسيست لا معلش الاسيست ده صعب قوي ان انا اقول ان ده ماشي. هو الاسيست جامد فشخ وكل حاجه ما بقولش لا، ماشي هو جامد فشخ كاسيست يا سيدي، على عيني وعلى راسي وجامد فشخ. وده سيرد باك. بس موافق بس الكوارث الكتير اللي عملها كان ماشي. الكوارث اللي عملها زي كده مش سهل. الكوارث اللي عملها في الاول مخلياني مش عارف اشفع له، لان حجازي لو بصيت على الجونين خلي بالك، لو بصيت على الجونين اللي دخلوا فيك في ماتش كاب فيردي حجازي اساسي فيهم. اكيد اساسي. تمركزاته سيئه من اول البطوله، وحشه جدا، وطول الوقت سرحان، وطول الوقت في لعيب تايه منه كده ومش عارف هو بيعمل ايه. فاللي هو لا حجازي كان وحش. بقول لك مش مرفوع عليه سلاح، بس سلاح ودي شويه. هو ماشي هو هدي. لا انا مش شايف حد بيتكلم عنه، يعني انا شايف وخلي بالك لقطه صلاح على قد ما هي زي الزفت يعني ده دي خرا كتير قوي. وممكن يكون ربك قدر كده عشان النادي هتروح بعيد. عارف انا شاكك يعني عندي امل. لا هقول لك املي في ايه. اللعيبه دي يعني في ايه؟ طيب ده افتكرتك هتقول حاجه ثالثه خالص. إيه؟ ان هو بيعمل كده عشان هو راجل بطل. لا انت ده كنت هزعل منك قوي. الرخيص ده بلاش. اسف، لا عمري ما افكر كده. اللعيبه دي هتبدا تسخن عشان قلتها قبل كده في ريل ان هم دايما شايفين ان اي مجهود انا هعمله صلاح هياخده، زي نيمار وميسي كده، المعضله بتاعت نيمار وميسي، اي مجهود نيمار هيعمله ميسي هياخد. لو برضه هنا فوق هنا كده هيظهر دلوقتي. ماشي شغال الراجل بياكل عيش. ان اللعيبه دي هتسخن بشكل ما عشان خلاص هو احنا المسؤولين والوضع بقى علينا. نفس الفكره كده، اللي هو اللي دايس عليك في اي حاجه وبياخد منك اي لقطه واي نمره ما بقاش موجود، فاللي هتعمله هتاخد بيه. برضه عشان نقول لينا ولا علينا، هو ما خدهاش بالعافيه، هو خدها عشان هو السوبر ستار. ماشي بس مثلا الماتش بتاع الصعود بتاع كاس العالم 2018 الماتش ده 100% تريزيجيه. ليه لا؟ تريزيجيه هو اللي كان بيموت نفسه طول الماتش، وهو اللي موت نفسه في منطقه الجزاء ولا دخل. معلش صلاح لو كان مكان تريزيجيه في لقطه ضربه الجزاء اللي جابها دي، صلاح ما كانش هيرمي نفسه في وسط اللعيبه كده. ماشي على عيني وراسي، بس انا لا بالنسبه لي الماتش 90% صلاح يا سيدي و10% تريزيجيه. لا عشان صلاح هو اللي جاب لك الجولين، صلاح هو اللي شال ضغط ضربه جزاء قدام 80-90 الف مصري حواليه، يا هتوصله كاس عالم يا اما هتخلص على الجيل ده بدري. لا معلش لا هي ما تحسبش كده بالنسبه لي. لولا تريزيجيه نفس الكونسيبت بتاع حجازي، الجول الاولاني صلاح نفس الكونسيبت بتاع حجازي، لولا تريزيجيه ما كانش صلاح يعرف يعمل اللقطه دي. بقول لك 90 و10 بس ما تقوليش. بس لا مش 90 و10 حرام عليك. لا هي 90 صلاح عشان هي مش سهله برضه، والفينش بتاع الجول الاولاني كان يعني مش وحش، كان حلو. هو هي الفتره دي اصلا فتره فايرنج بتاعت صلاح. لا ضربه الجزاء كانت صعبه قوي. لا مش موافق.
ضربه الجزاء صعبه وكل حاجه، بس معلش ابو تريكه دخل شاطها في اخر ضربه جزاء كده، هو اصلا ما يعرفش ان اخر ضربه جزاء كاجوال. بلاش جو بقى الزراير ده. بقول لك اقسم بالله دخل شاطها ما كده. تخلينيش اكسب صلاح في مناقشه على ده غلط وحرام. اسكت 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 عشان ما ارضاش لنفسي ان انا اعمل كده في يوم من الايام. ما علينا. مش الراجل اللي ببقى نايم وصورته فوق سريري هكسب عليه التاني ده غلط. يلا ما علينا ما علينا، بخطيرها بخطيرها. الله يسامحك. طيب محمد صلاح بقى، محمد صلاح ومواقف محمد صلاح وبلاوي محمد صلاح، انت ايه رايك؟ بحبوش من زمان قوي. ماشي. من بعد كاس عالم 2018 انا ما بينزليش منظور. تحديدا من بعد اللقطه بتاعت الجون الانفراد اللي ضيعه قصاد السعوديه. ماشي. مش هتفتكرها ممكن، بس لا مش فاكرها قوي بصراحه. راح عملها بطريقه بايخه كده، لوب ولا مش عارف ايه، والجون افتكرت وبيضحك عادي اللي هو معلش يلا ضاعت، ما كده كده الدنيا بايظه. لا يا باشا هو انت ايه محدود الدخل؟ ما انت على قلبك قد كده، وفي وراك ناس جايين لك الملعب يشجعوك دافعين قد كده، فرحهم يا عم بنقطه بجون باي زفت على دماغك، فرح الناس اللي قاعده في البيوت قرفانه منك. فبالنسبه لي محمد صلاح يعني ما بينزليش من زور، ما بحبوش، ما انكرش ان هو ده اكبر نجم عربي في التاريخ، ولكن مش اسطوره بالنسبه لي انا ده مش اسطوره. في اساطير ثانيه، عشان كلمه اساطير دي شموليه اكتر. انا عجبني ابو الركب كان مع هاني حتحوت تقريبا، مش فاكر كان مع هاني حتحوت. عجبني جدا، هو اداها لي مظبوط، اداها لي مشفيه. بالظبط. قال لي يا باشا الاسطوره مش في الملعب بس، اسطوره بمواقفه بره الملعب. وصلاح انا عندي مشكله كبيره جدا معاه، مشكله تجزيء المبادئ. بمعنى ايه؟ طيب محمد صلاح احنا بدانا نعرفه امتى؟ في بازل، لما لعب الماتش ضد الفريق بتاعهم فريق ايه. انا عن نفسي ما بداتش اعرفه غير كده. احنا عرفناه من ماتش الاهلي والمقاولين. لا سيبك من ماتش الاهلي والمقاولين، ولما خد الموسم ده احسن ناشئ وبتاع وكده. مصر كلها تقريبا عرفته على فكره في الوقت ده. ماشي بس في لعيبه كتير قوي جابت في الاهلي وركنت بعدها، وهو ركن بعدها. خلي بالك بدانا نفتكره امتى، او بدانا السبوت يتاخد قوي على صلاح امتى. دي حاجه منسيه. محمد صلاح كان لعيب سريع مش فينيشر. ماشي فهو كان مشهور في وخلي بالك هو طول عمره كان كده، عشان الواد بتاع المقاولين السريع. هو طول عمره كان الواد السريع، حتى في روما، حتى في تشيلسي، حتى في فيورنتينا، لحد ما راح لكلوب نضفه. بس ما علينا، اللي اقصده ان هو بدانا ناخد بالنا امتى ان احنا عندنا لعيب محترف وبيفاير يعني في سويسرا وبتاع، لما لعب الماتش بتاع الفريق وسكتهم ونزل سجد قدامهم وبتاع، وبدانا نديله سبوتايه، وبعدها هوبا تشيلسي، فالناس بقى ركزت معاه قوي. المشكله بالنسبه لي بقى ان انا كنت متابعه من هو في المقاولين فعلا. انا كنتش ما تابعتوش. انا بهرب من المدرسه واتفرج على ماتشات المقاولين. ايوه فاهم يعني. بس بتشوف ايه ده؟ لو المقاولين بتلعب او لقيت ملخص بتاع استوديو مودرن سبورت بتاع المقاولين هقعد اشوفه، عشان لو عمل حاجه جاب حاجه. راح بازل بقيت بحب اتفرج على الحاجات اللي كانت بتنزل على يلا كوره وبتاع، ليه لقطات كانت ساعات بالموبايلات، ساعات من ماتشات الدوري نفسها، فاهم؟ هو الجون بتاع احمد السيد ده واما لعبت غير كده واما يعني الله يسامحه. وما لعبت تشيلسي برضه كان قد قدامهم، ما كانش مورينيو بيدربهم، واللقطه بتاعت البعده لما لعبهم برضه، فاهم؟ فلا صراحه انا كنت المشكله بقى بالنسبه لي ان انا متابعه من زمان من هو صغير، فكنت حابه اساسا. بعيدا عن كده انا مش قصه انتماء، وانا بتكلم على فكره المبدا اللي هو طيب انت معلم كسبت تعاطفنا بده، وبعدين رحت تشيلسي الناس كلها كانت بتهين كرامه مورينيو عليك، وراميريز ده يا عيني شال القرف من ورا محمد صلاح لما كان يتبدل وينزل صلاح يا عم ايه ده وبتاع، وعنصريه وخرا تمام. وبعدين صلاح لما راح فيورنتينا وتيشيرت 74 وبتاع، فخد قلوبنا كلنا معاه بقى، فاهم؟ انت بقى بتاعنا ونجمنا ومش عارف ايه، وبتسجد في ايطاليا وانت وانت اللي بتسكتهم وانت اللي بتعمل ومش عارف ايه. فروحنا معلم وبقينا كلنا وراه، وبعدين من فيورنتينا لروما وقلوبنا مع روما ومش عارف ايه، وبقينا بنشجع. انا راجل بشجع ميلان يا سيدي، كنت بقعد اتفرج على ماتشات روما تمام بنينا. الجون بتاعه في يوفنتوس مع فيورنتينا خد الكوره جري من 18 هنا لحد هناك ايوه والجون اللي جابه من على الكورنر ده، على الخط بتاع الكورنر، الجون كان حلو قوي بصراحه. في بورتو باين مش فاكر كان في مين، بس الجون كان حلو قوي بصراحه. المهم فضلنا وراه يا عم في الحاجات دي، وطول ما هو خلي بالك اللي كان مخلينا حابينه قوي كده ان انت نجم واسطوره وعمال بتجيب اجوان وبتاع، وفي نفس الوقت انت شبهنا، انت بتخلص الجون تسجد، انت تصريحاتك تبعنا، انت كل حاجه معانا، فاهم حاجه؟ وبعدين راح ليفربول، لا الايه اتقلبت تماما بقى.
فكك بقى من السجود اللي كنت بسجده ده، مبقاش بيسجد بقى احتفالات. ويا عم انا متفق، بلاش موضوع الكلام ده تبقى هو بقى مش حاجة بيعمل اتكلم كده. فيها يا عم، هو حر ماشي هو حر، انا ما عنديش مشكله، انا ما عنديش مشكله. وخلي بالك محدش كان واخد باله اصلا من الحوارات دي، بالعكس لما كان بيعمل احتفال مش عارف ايه وكده وبتاع كنا كلنا بنروح معاه وعادي ومبسوطين. بعدين يا معلم جه في 2019 عمرو ورده، بدأ بقى هنا الكلاش يحصل. ليه؟ طيب ده لعيب متحرش على الدغري، مش هنحليها ومش هنجملها ومش عارف ايه، أنا لعيب برضو أعرف الناس ليه متحرش. مش ماسكه في محمد المحمدي ومطلعين عينه برضو زي ما عاملين كده مع صلاح. ما اتنشرتلوش أصل زي ده صلاح. كان بالنسبه لي اسوأ كابتن في تاريخ مصر اكتر من صلاح. هو محمد المحمدي، لان انت كنت كابتن 3 ماتشات وكنت الصلاه على النبي عليك. طيب هقول لك على حاجه، المحمدي انت كنت مستني منه اي حاجه اصلا؟ بس المصيبه بالنسبه هو لي على إن قد ده اللي العشم. باقي من الجيل. هو على قد العشم على ده اللي الدغري. كان باقي من الجيل. مم. وده مش جيل قليل. ماشي ما بس هو ينفعش حتى أصلاً منك حاجة المحمدي، زي كده. حتى المحمدي في الجيل ده ما كانش حاجه. في 2006 لما حصل ما الحوار كانش بتاع حاجة. ميدو، لما حصل الحوار بتاع ميدو اه حد من اللعيبه نطق. لا هو انت ما ينفعش تقارن جيل بجيل. هو ده كان جيل وده بالجيل جيل. ده. ماشي بس المحمدي من المحمدي، الجيل ده، بس الناس ممكن تبقى اللي ناسية. اقصده ان المحمدي طول عمره ولا حاجه. يعني عمره ما كان عليه هو السبوت، فاهم قصدي ايه؟ المنتخب ولا في المنتخب ولا في نادي. باشا عايش في البريمير ليج ماشي اكتر من اي حد. اكتر من اي حد فعلا، محدش بس شايف عمره ما كان عليه سبوت ان ده النجم، ان ده الاسطوره، ان ده اللي متعشمين فيه، ان ده اللي هيعمل. فاكر لقطه ماتش الجزائر؟ يا عم بقى يا عم ما تضايقوناش. نلوكس مهند. فاهم؟ اه. فالمهم فضلنا ورا صلاح يا معلم لحد لقطه ايه؟ ورده، جه ورده تحرش ومش عارف ايه، وبعدين تروح للجمهور ومش سامعك وبتاع. ايه يا عم الجنان ده؟ ينهي لك الحكايه دي كلها. ها هو مش مجبر يبقى اسطوره، ما عنديش مش مشكله. مجبر يعمل اللي حلو حلو موافق. هو حر يعمل اللي يعمله، بس احنا برضو حرين في رد الفعل. حلو. ما وأنا تجيش حر بقى يا في رد معلم، الفعل غير رد ما الفعل. تجيش بقى يا معلم تستنى مني انك تكسب في فوتنج عشان خاطر انا كنت بحبك. لا يا معلم ما بقتش بحبك. انا مش هقف لك في فوتنج، انا مش هطلع اقول محمد صلاح اسطوره، مش هطلع اقول نجم. انت معلم لعيب كوره، لعيب كوره لنفسك مش ليا. بقول لك ايه، يا عم انا راجل بشجع يونايتد، كنت ساعات بقعد اتفرج على ليفربول واتبسط لليفربول لاجل محمد صلاح. هو لا انا عمري ما اعملها الحمد انا حصلت معايا الموسم اللي خدوا فيه الدوري، اي نعم قربوا مني كبطولات يعني الفايت ما بيننا سخنت فشخ، بس والله جواها كانت حته كده بتقول طب يا عم محمد صلاح خدها. فاهم حاجه؟ فالموضوع وصل بقى لمرحله انا كنت بحبك فانت ليه تعمل كده؟ والمنتاليتي بقى ده شملت لما بقيت انت منهم، انت مش مننا. هو حر. وانا حر، بس الكلام ده بقى كتير. وانا حر. لما تيجي بقى في ماتشات المنتخب في عز ما انت المفروض تبقى شغال تقول لي هطلع اتعالج بره؟ لا هو حر. لا مش هو حر، اسف معلش. انا الفيفا تديني حقوقي وقوانين ان انا اطلع اقول لك لا. طيب عشان نقفل بقى النقطه بتاعت صلاح دي عشان هي واخده اكتر من حجمها. هو خلاص اللي راح ينشرح، ملناش دعوه بيه. خلاص ربنا يوفقه في ليفربول، واحنا ربنا يوفقنا في افريقيتنا. خد بالك ازاي. طب سؤال، انت دلوقتي شايف ان هو لو صعدنا يا سيدي نص نهائي ولا نهائي هيرجعوه؟ او بلاش لو هو رجع يلعب؟ رايي ولا اللي حاسس انه لا رايك. لا طبعا. عدل ما يحصلش، العدل باشا. اصلا اللعيبه دي لو صعدت نص نهائي ولا نهائي انت ترجع ليه؟ بعدين بقول لك ايه، كده كده بايظه يعني، فاهم؟ ضربوا العور على عينه. لا مش ضرب العور على انا قصدي عينه. ان كده كده هي ماشيه بيه او من غيره. ما هي بالظبط هو ده اللي نفس اقصده. الشكل. لو اللعيبه دي صعدت لأن نهائي، المدرب الله اعلم ايه اللي جرى له. لا هو المدرب بقى على الله، دي حاجه غريبه قوي انا مستغربه هو قوي. مش لدرجه يعني، بص اهو. لا البطوله دي كلها على الله، انا ما شفتش جمله واحده اتعملت البطوله دي. احسبها ان احنا بيبقى النسق عندنا تصاعدي كل مره فنصبر عليه. ماشي يعني ما هو يعني في 2000 في 2019 لو ما ظبطش هيخيش يطلع. ما هو مفيش خلاص. ماشي مفيش حد خليني بس يعدي اتكلم في تاني. نقطه، خليني اتكلم في نقطه. في 2019 في 2017 انت عارف انك هتنزل تدافع وتتكالح جو كوبر وتلعب على مرتده، وكلنا عارفين ده. اجري ولا واحد في البلد كان متوقع ان احنا نوصل نهائي. مش بتكلم على اوصل نهائي، انا مش بتكلم دلوقتي على احنا هنوصل فين في البطوله، احنا بنتكلم على المدرب ده. فاهم؟ فمع كوبر احنا كنا عارفين شكلنا عامل ازاي. اجري كنا بنلعب كوره، كان في جمل بتتعمل، كان في شغل مدرب باين في الملعب. اجري اجري ايه يا اسمه، اجري ايه وقرف ايه، اجري ايه اللي جابه في دماغي ده. بيلعب بصلاح محسن. بتكلم قصدي على كيروش. كيروش كان في شغل باين في الملعب، كان في لعيبه احنا عارفين ده بيعمل ايه وكل لعيب دوره ايه. مع فيتوريا لا انا مش فاهم حاجه. قول لي مع ايهاب جلال بقى يلا. مع فيتوريا كل واحد بينزل
يعمل عارف اللي هو اسمه ايه، اللي هو ايه، كان رضا عبد العال قالها تقريبا، اللي بيعرف يعمل حاجه يعملها. اللي هو الاهلي في اخر 5 دقائق على مر العصور من بعد ما بترجع هو يبقى معاه تسليم. ماشي، ما ينفعش ابقى 90 دقيقه الماتش انا نازل بتشكيله اللي يعرف يعمل حاجه يعملها. يعني ايه اصلا؟ يعني ايه منتخب مصر يبقى نازل كده؟ وده خلي بالك انا ما بلومش عليه مدرب ولا بلوم عليه لعيبه، انا بلوم عليه اتحاد كوره. انت الاتحاد عندك سيء، ضعيف ضعف مقرف. ما تسيبك من النقطه دي عشان هي مش جديده، لا خش بغيرها. ما فيش لا، مش غيرها. هتتغير. اصل هنعمل ايه؟ طب ما ماشي، اللي يضايقك ان احنا بنتكلم في الكلام ده من امتى؟ يا عم الحمد لله احسن من يبقى زي تونس. ما انت زي تونس. لا انا اتاهلت. بس كده يعني. احترمنا لالي معلول، انا اتاهلت. وما احترمنا الشديد. خلاص جيت على الجرح خلاص. يا رب بس يعني ما تجيش حد موريتاني يقول احسن من يبقى زي مصر. هتحصل باي ذا واي. اصل خلي بالك كاب فيردي هيبقوا كده. لا كاب فيردي والله بجد يا فرقه، والله بص اصل انا بحب الفرق اللي هي بتبقى فاهم. اندر دوج. لا وعندها مشروع. ما بالظبط. مين مدرب موريتانيا؟ افريقيا كلها اتغيرت. مين مدرب موريتانيا؟ الراجل ده كان مدرب جزر القمر. جزر القمر دي اللي ابتدينا نسمع عنها من بطولتين 3 فاتوا. البلاد وموريتانيا احنا ما سمعناش عنها غير البطوله اللي فاتت. موريتانيا اصلا لما مسك الاتحاد بتاعها راجل شاب كده مش فاكر اسمه، كان احمد حاجه او حاجه احمد حاجه زي كده. الراجل عمل مشروع وصبر عليه وبقى حاطط له اهداف على المدى الطويل. ما صحيش الصبح قال يلا لازم ناخد البطوله. واخد وقته وبراحته وبتاع، وبيعرف يجيب مين يمسك المشروع ده عشان يمشيه صح. حلو. كاب فيردي نفس الكلام، لعيبه بتاع عيال بتوع كاب فيردي دول شكلهم عيال ايه، معاهم فلوس. افارقه بس مش اللي هو قحط، لا تحس عيال مرتاحه كده وبتلعب بمزاج، عيال شكلها نظيف. فاهم؟ فكلهم ما عليهمش ضغوط، مبسوطين، بيلعبوا بقلب عشان عارفين ان هم دول اللي هيجوا في التاريخ يتشاوروا يعني يقولوا دول اللي ابتدوا الاسم البلد بتاعتهم. فهو انا عاجبني فيهم ان هم عندهم مشاريع. ما شاء الله دول تعدادها ما يجيش بلد يعني مدينه في بلدك عندها مشاريع مش عندك. لا عندك ولا عند تونس ولا عند مين. مفيش حد. هو العرب والجزائر نفس القصه. والجزائر المغرب الوحيد اللي شغال. جمال بالماضي والله كويس بس عنيد. المغرب انا بالنسبه لي مفيش اتحاد شغال في العرب الا المغرب. ده الله ده شغال الله ينور. وشغالين تحفه تحفه اقسم بالله. فوزي لقجع كل شويه يروح مدينا. هو بغض النظر عن اللي بيعملوا فينا بغض النظر عن اللي بيعملوا فينا، بس هو فعليا لا لو بصيت. لا بس احقاقا للحق طول عمر المغرب الله ينور. بعيدا عن قصص الفساد دي انا بتكلم في مبدا. انا عمري ما اقول كلمه يعني طيبه في حق الرايفل بتاعي. ماشي. الزمالك اتظلم ظلم باين قصاد الوداد في الماتش اللي كان في المغرب، مش فاكر في 2017 او في 2018 حاجه زي كده. كانوا بيلعبوا الوداد هناك وخسروا منهم وتاهلوا برضو النهائي او نص نهائي بتاع البطوله حاجه زي كده. مش فاكر. كان في تحكيم فاجر. باشا بيراميدز برغم كره البيراميدز يعني ظلموا فشخ في قدام نهضة بركان. فشخ في بتاع في الكونفدراليه. لا الله ينور بصراحه لا لو على البروجكتات البروجكت الله ينور بصراحه عمال. يا اسطى ماشي معاك ان هم في اساليب شمال كتير بتحصل، بس بقول لك ايه، مش شمال يودي في داهيه اللي هو طب ما انت لو الشمال بالظبط. انا عاجبني ده اللي هو انا مش هروح الحكم اديله فلوس. انا عندي اللي بيعرف يلعبوا بس مكسل. لا ما عندكش اللي بيعرف يلعب. معلش انا اسف، الناس اللي عندك دلوقتي اللي ماسكين الدنيا كلهم بيطاطوا دماغهم في الارض. اسف. هو انا بقول لك هو موجود اللي يعرف يعمله بس ما بيلعبوا مش موجود على يعني مش هو اللي متصدر اللعب عشان يلعب. فالدنيا عطلانه. فاللي ماسك او اللي مشغل الدنيا عندك لا ما بيعرفش يعمل كده، بيطاطي دماغه ويقول لك حاضر وتمام وماشي، وفي الاخر حقنا احنا اللي بتروح. فصباح الفل يعني. طيب عشان طولنا قوي فتعالى نديها التوقعات كده في السريع. يلا بينا. المربع وبتاع ونشوف الدنيا هتقول ايه. انجولا وناميبيا. نيجيريا والكاميرون. ماشي ده دور 16 ها. هو خلصانه من غير ما افكر. انجولا هتلاعب نيجيريا في دور ربع النهائي. نيجيريا هتكسب الكاميرون؟ مش يعني ماتش صعب. الاثنين مملطين. الاثنين وحشين قوي. بس نيجيريا حالها يعني نيجيريا عندها هجوم. عندها اوسمان. ما بالظبط. عندها هجوم. والتانيين نجمهم اللي اوسمان هيهزقوا. لا ما انت ما خدتش بالك من حاجه نسيت اقولها. اما الكاميرون حبت تصعد قعدته دكه. ما لعبش الثالث ماتش. ما شفتوش. ما لعبش والله. يلا بارك. معروف عايز تكسب قعد اونانا. رجعوا لنا اليونايتد بالله. فكده قلنا نيجيريا هتلاعب انجولا. مين بقى نجم انجولا؟ دلوقتي ولا قبل كده؟ دلوقتي. انجولا فيها نجوم اصلا؟ نجم الهجوم ده كل ماتش جون بقى وحاجات وحركات ومولع الدنيا. ايه ده مين؟ مابولولو.
يا ايه ده، انا نسيت والله. جاب جون حلو. ايوه لا هو البطوله عموما لعب بطوله حلوه. اتحاد اسكندري طول عمره مرزق في الافارقه، ناخدهم احنا نبلعهم بالظبط. راحوا. بالظبط. ماشي. بالنسبه لي اول ماتش في ربع النهائي هيبقى انجولا ونيجيريا، وارشح مين اللي يتاهل ما اقدرش اقول، ما بيقولوا له ممكن يعمل واحده كده. انا متوقع انجولا. ما انا لا، ما مستني اشوف ايه اللي هيحصل. لا انا متوقع انجولا. ممكن ناميبيا تعمل واحده كده طرش، ما حصلش تلاقي نفسك انجولا بره. ما بيقولوا متوقع انجولا توصل مربع. في دول. ماشي. مم. مين اللي بعد كده؟ عندك غينيا وغينيا الاستوائيه واحنا ومصر والكونغو. احنا هنعدي ان شاء الله. هنعدي من الكونغو. انا مش متوقع كده بصراحه. الكونغو دي مش كانت احسن توالد؟ لا التاني في مجموعه المغرب. ما علينا يعني، كانت هي وزامبيا والمغرب وتنزانيا. تنزانيا اصلا كسبانه المغرب وما تاهلتش، لو هنحسبها كده فقشطه. انا متوقع لو الوضع على نفس اللي شفناه في دور المجموعات مش هنعدي الكونغو. لو اللعيبه دي سخنت واتنحررت لا هنوصل النهائي عادي. هنعدي ان شاء الله. هنعدي. انا مصر وغينيا الاستوائيه. يا عم ماشي عشان خاطرك. لا والله مش عشان خاطري ولا حاجه، بس هي غينيا الاستوائيه. هي غينيا الاستوائيه ده فشخ وكوتيفوار. جابوا 9 جوان اصلا في المجموعات. 4 منهم في كوتيفوار. بس يعني تقريبا دول اكتر ناس جايبه جوان غالبا. غالبا دخل فيهم جون واحد بس. لا هم عاملين بطوله كويسه قوي. جامد. فهي شكل البطوله وهم في مجموعه حلوه اهي. حسنا سودا كتير على دماغنا. الحمد لله. ماشي. احنا استنى بس، اللي هيطلع من دول مين؟ مصر وغينيا الاستوائيه. لا اما مصر تطلع من الكونغو بس الاول عشان نرجع نشوف. توقعها لي، اديها لي كده واحده في السريع كده. مصر. شفت قلت موافق. مصر. وانا موافق. الله. طيب بعدين عندك كاب فيردي وموريتانيا، وعندك المغرب وجنوب افريقيا. برضو الماتشين خلصانين يعني، موريتانيا كفحتيه وكل حاجه، بس انا صعبانين عليا بصراحه، صعبانين عليا. انا مبسوط لهم، انا مش صعبانين عليا. يعني كان نفسي ان هم يعدوا الدور ده كمان. عدوا. لا هم كده خلاص عملوا انجاز. هم عملوا كذا انجاز المره دي. اول جون جابوه، اول فوز، اول مره يعدوا دور المجموعات. لا هم كده حققوا كذا مايلستون. كان نفسي ان هم يطلعوا مثلا ربع نهائي، بس صعب قوي. صعب قوي. كاب فيردي تقل قوي. ما لهاش كبير، بس هنشوف. هي ما لهاش كبير، بس بالنسبه لي هم خلاص حققوا كذا مايلستون، فحلو قوي كده. طب كاب فيردي والمغرب؟ نعم. والله لو المغرب ما خدتهمش الجلاله هيعدوا بسهوله. هي المغرب من اول البطوله لو خدوها الجلاله خلاص. قالها كبير. بقول لك اهو، خدتهم الجلاله قصاد كاب فيردي ونزلوا ان هم يوفروا مجهودهم لماتش نص النهائي، مالهاش كبير. كده كده المغرب لو خدتهم الجلاله في دقيقه في اي ماتش هيريحوا. لا بيعرفوا يرجعوا. يعني ماتش تنزانيا خدتهم الجلاله وبتاع كل فرقه بيبقى ليها ماتش بتتربى فيه. شوف الراجل بتاع تونس في اول بطوله قال لك الارجنتين خسرت اول ماتش. هو بتاع تونس؟ مين في البطوله ما قالش الجمله دي؟ لا هو بتاع تونس بجد. ايوه هو قالها رسمي. بس اي منتخب خسر اول ماتش او تعادل اول ماتش طلع قال لك الجمله دي. بس مفيش حد بجح طلع قالها في مؤتمر. لا بصراحه كانش عنده الجرأه الشديده. حصل. فانا بالنسبه لي لحد دلوقتي المتاهلين كده ايه؟ انت عندك هنا قلت فوق ما قلتش في نيجيريا وانجولا. انت مش عارف. انا قلت انجولا. انا وبعد كده قلت مصر وقلت المغرب. يعني انا متوقع مصر والمغرب. اخر بقى ماتشين ايه؟ عندك السنغال وكوت ديفوار، ماتش سخن قوي بصراحه، ومالي وبوركينا فاسو. ده ماتش سخن اكتر منه. السنغال هتخش. السنغال بعد يعني ما كنتش متوقع كده بصراحه خالص من كوت ديفوار، بس بعد اللي شفته في البطوله لا وقعوا جامد. كونسيستنسي رهيبه ماشيين بيها، الله ينور. ما تمام زي الفل. بوليا ولا دياب ولا ده كل الشباب الحلوه شغاله والدنيا جميله وبتروح معاك. السنغال هتتاهل. تمام. بوركينا فاسو مالي بوركينا فاسو. موافق. مالي كفحتيه ماشي وكل حاجه، بس المجموعه اللي فيها ما كانتش مقياس. وغير كده بوركينا فاسو طول عمرهم عيال نفسها طويل قوي ورخمه، ما ينفعش معاهم العصام الحضري في 2017. السنغال ولا بوركينا بقى؟ لا السنغال طبعا. طيب فكده بقى هنوصل نص نهائي، السنغال قدام المغرب. صح كده؟ لا استنى ما اعرفش. لا السنغال قصادنا يا راجل. هو ده مع ده وده مع ده. اوكي. السنغال قصادنا. احنا مكتوب لنا السنغال يعني. والمغرب واحنا والسنغال. ساعتها بقى اسمه ايه يجي ويخش تاني ويعيط ويعملوا ليزر في وشه. ماشي.
يعني تمام، انا مرضيه بالنسبه لي. مرضية فيه. يعني الوضع ده عاجبني، ان احنا نوصل في الاخر نطلع من السنغال يا عم مرضيه. ماشي يعني اتوقعنا واتكلمنا شويه وفضفضنا على افريقيا وعلى مصر وعلى كل الكلام اللي حصل الفتره اللي فاتت دي يعني. وبس يعني لو انت متضايق، لو الدنيا جايه عليك، لو في اي مشاكل حاصله معاك، ما تدوسش على نفسك و... وكلنا والله متضايقين، كده كده هنموت. وكده كده هنموت على رأي وجدي. فروق كده يعني عشان هي فانية. واتبسط وما تتفرجش على منتخب مصر كتير. اتفرج على الحلقة بتاعتنا كتير عشان ناخد دقايق مشاهدات كتير، عشان يجيلنا فلوس، عشان نجيب كاميرات أحلى، عشان تنبسط أكتر، يبقى في حلقات أكتر. بالظبط كده. لوجيك. وادينا بقى اللايك الجميل يعني، في حلقة لعبة قريب جاي. السبسكرايب الجميل. دور في الحلقة على اسم الضيف اللي احنا قلنا اسمه اللي هيبقى معانا في حلقة اللعب. ده لو السبسكرايب الجميل متنساش برضه فقرة الفار، عشان كان في كذا فار في المرة دي، ولو عايز هنت عليها أكتر كان ذكرنا فيها حاجة في بطولة دوري أبطال أفريقيا. ارجع بعد الفار. ماشي. خلصت؟ خلاص. اقفل امها. اقفل. شكرا. تنساش تدينا اللايك الجميل، سبسكرايب، شغل لنا الجرس. كل السوشيال ميديا هتلاقينا، فيسبوك، انستجرام، على تيك توك هتلاقينا برضو. فروق علينا يعني. وبس كده، عرض عليك.